تأسست الدار من 31/3/2021. هي تابعة لجمعية الرحمة المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سوريا. تضم الدار تقريبا حوالي كانت 50 طفل مروا على دار الأيتام، منهم بقي ومنهم كان استضافة. الأطفال جميعا هن من أهل المنطقة، منطقة القامشلي. نستقبلهم، هن في منهم يتيمين الأم والأب، في منهم يتيم الأم. فنحن ايتام الام والاب هذول استضافه، يعني ما في حدا يرعاهم، فلذلك اضطرينا وقامت الدار على هالاساس، انه قامت على هؤلاء الاطفال اللي ما لهم مأوى ولا رعايه. الباقي في هنالك اطفال لا يستطيعون الاهل القيام بتربيتهم وتاهيلهم كجد كعم كخال، فلذلك لجأوا إلى دار الأيتام لوضع أطفالهم. الفكرة كانت على 5 أطفال كانوا موجودين. الأب توفي من كم سنة، والأم بعدين توفت من تقريبا شي 3 سنوات. الأطفال ما كان في لهم حدا يرعاهم، فلذلك لجأنا وقامت الدار على هذا الأساس، على تأمينهم وتأمين الحياة الاجتماعية الكاملة والتعليمية والنفسية لهؤلاء الأطفال. الجملة الاسمية تتكون من ايش؟ اكتبي لي مبتدأ وخبر بنتي، يلا تحت السهم. تكتبي لي جملة كمان، يلا. A capital letter and small letter. A as apple. Apple. B book. Dumia, excellent. Dumia, it means a game. What can you write for D? Door. Excellent. Door, very good. هلا نحن قائمين بمركز الإناث، يقوم على الدار تقريبا 15 موظف، كل واحد متنوع من محاسبة، من أمين مستودع، سائق، مقيمات موجودات على مدى 24 ساعة، في 2 بدار الإناث و3 بدار الذكور. في عنا اختصاص التعليم، هن 2 موجودات. تقدم الدار رعاية كاملة للأطفال من طعام صحي، ملابس، نظافة، طبابة. نعتني كثير بقصة التعليم، نحاول الارتقاء بالأطفال على مبدأ العلم. نلحقهم بمدارس خاصة، في لهم أيضا متابعة خاصة من عنا عبر أنستين، الله يجزيهم الخير، مختصات بدار الذكور ودار الإناث. في عنا أيضا نقدم لهم أمور دعم نفسي وعبر مرشد نفسي لجعل الأطفال أسوياء، أيضا عبر رحلات، عبر دمجهم بالمجتمع، لنرتقي بدار الأيتام إلى أعلى مستوى.
افيم رياضة ما مستي انجليزي ما استيم دار الرحمة للأيتام ام خازن علي كاريب وان زارو كارت ببكن منهاجة ام ضد منهاجة سورية هافيني ام تقوية الدن احرف ارقام اشتغالينه قواعد كلا دسبيكا مدرسية منهاجة وان دنوان متجاوبن مستوياتي وان ضعيف بون دسبيكي امجيها مستوى وسط جيد وسط هين جوار دفي الصعوبات ام توازن جي كيولو بهتر هدوء ب جي كيولو فراتر ب يعني جي خواوان خوارناوان خوندناوان قشيكه توازن جي كيولو فراتر ب اكيد انا معقول غرفه رازاني دركبن غرفه خوندني يعني ملل بوارتشيت به ام توازن جي كيلو فراتر وسائل تعليمي بهترها به يعني نام درزك دا تشوف فورا كتشك لعباك واني زانا اف لعبيه دول دميه لعبيه فورا جمر اني بير دبن ام توازن آلی کاریج خودی خیر ج مؤسساته ج منظماته ج نافنده غير قامشلو اظن تقصير ناكن بس بلكي اعلاميا نوعا ما نظاني بانه دار رحمه هي والحمد لله هي وفا استين بشكل تطوعي فا خودي خير هنتين حرو ام الفرودنين خودي خير جعامودتين ج درفت شي نجاري بس غير كافي كون مصاريف فيت برن نخوشيوان هنا كشكي نخوش هنا حرو تقريبا ام درن بعد تختور ددار هنا دخاني هنا اخورتال حاله الشارع مصارفه طبعا نفسها صعوبات ام دوينا نحن هلا داخل دار الإناث. هذا الدار هو دار مستأجر يضم 3 غرف فقط، يعني على حسب إمكانياتنا طبعا. مكان للمنامة، مكان لتبديل اللباس، ومكان للتدريس، وطبعا في المطبخ والصالون اللي بيقعدوا فيه. نعتمد نحن لما كنا عم ندرسهم على منهج الدولة السورية بالتعليم. هنالك أيضا نشاطات ترفيهية ودعم، يعني من حفظ أناشيد، حفظ تعليم دبكات، تعليم رسم، هالقصص اللي تنمو بالطفل وتجعله الطفل مبدع سوي. عندنا أطفالنا من الصف الأول، عفوا من التحضيري للصف، هالسنة نجحوا للصف السادس، هاي بأول أعمالنا ارتقاء. دعمنا نحن دعم مباشر من المجتمع المحلي، ما في منظمات حكومية داعمة. نتمنى انه الدار ترتقي بالدعم ومشان يصير شيء مستدام لهالاطفال. طبعا الصعوبات الموجوده بالمركز انه ما في عندنا شيء نستطيع انه نعتمد عليه للاستدامه، يعني دائما نحن بقلق من تامين الرواتب، للطعام، للغذاء، لللباس، لكن يعني نحاول بقدر الامكان انه يكون في هنالك شيء من الامن المالي لكي ندعم مسيره هذه الدار. نحن كدعم ما لقينا الدعم المطلوب من الجهات المعنيه، دعم بسيط ما يفي بالغرض يعني اللي نطلبه. نحن بدنا رعايه دائمه مستدامه لتامين هؤلاء الاطفال. نحن عندنا 22 طفل، هؤلاء الاطفال بدهم يكون في شيء عندهم مؤمن الى سن. طبعا نحن يعني من قوانين الدار نستقبلهم بالنسبه للذكور الى تعليمهم، نهايه تعليمهم بال 22 او لل 18 اذا كان مؤهل انه يخرج من الدار، وبالنسبه للبنات كمان لوقت الزيجه او اذا رجعوا اهاليهم اخذوهم طبعا. فنحن نطلب من المجتمع المحلي والمجتمع المنظمي انه يكونوا داعم قوي لهذه الدار لنستطيع تحقيق متطلباتنا، تحقيق تأمين هؤلاء الأطفال إلى الوقت المطلوب. طبعا الإدارة الذاتية قدمت لنا مشكورة كثير من الأمور، من الدعم المواد الأساسية كمازوت، كخبز، كتأمين المحروقات بشكل عام. في بيناتنا قنوات اتصال، لكن كمان أيضا إن شاء الله وعدونا أنه على المستقبل بإذنه تعالى حيكون في دعم أكبر يقدم لهذه. وزارة الشؤون قدمت لنا التسهيلات اللوجستية
الأمور اللي ممكن تسهل فيها الأحوال المدنية للأطفال، إثبات نسب، تجنيس إذا ما كان في عندهم تجنيس. ونتمنى أنه في المستقبل القريب أنه يكون في دعم كبير لهذه الدار، خاصة أن الدار الوحيدة على مستوى المنطقة الشرقية، لكي تقدم جميع الأمور الجيدة للأطفال وتكون شيء مؤمن لهؤلاء الأطفال.